معاكم مايد ويدار ونظرة أخصائي. كتير بيحصل تواصل من غير ما نتكلم، بنستخدم تعبير الوش ولغة الجسد كمان، استخدام الإيدين، الرجلين، تحريك الراس، ويا سلام بقى لو غيرنا في نبرة الصوت، حبة تاتش كده، نبرة صوت عالي على شوية نبرة صوت واطي وشوية كلام أو الكلام يحلو، كلهم وسائل للتواصل، بس تواصل عن تواصل بيفرق. خلي بالكم في حركات بنعملها لها معاني مختلفة في بلدان تانية. يعني حركة لأ بهز فيها راسي معناها عند الشعوب ومعناها عند شعوب تانية لأ. أي حد كفيل إنه يوصل اللي هو عايزه بدون كلام. إحنا بحركات بسيطة ممكن نخلي الطفل مستقر وهادي، ممكن أخليه قلقان ومتوتر. أنا مش جاية أقول لكم على معاني الحركات، أنا عايزة أوضح لكم أهمية لغة الجسد في حياة الطفل. لو أنا مدرس ورفع الطالب إيده عشان يجاوب، أنا كده عملت إحباط للطفل تماماً، خلّيته ما عندهوش أي نوع من أنواع الثقة. طب لو جيت غيّرت الأكشن ده، شكرًا، الولد ما جاوبش الإجابة الصح، بس ممكن أقول له الإجابة دي إجابة سؤال تاني، هادّي لك فرصة وأرجع تاني أسألك. لو مدرس بيسأل على طالب جوّه الفصل، أنا بقى كمدرس هاعمل إيه؟ ادّيت للولد اللي هو قدّامي كل الطاقة السلبية ووريته إن أنا باتكلّم عليه بطريقة مش حلوة. لو الطفل ده أنا أصلًا مش عاجبني، ممكن أعمل كده، وأبُص بشكل عادي وأقول له تمام، وأتكلم مع المدرس بصوت واطي من غير ما أحدد أنا هاتكلم على مين. ندخل بقى على السوبر ماركت، الولد مادد إيده، يروح الراجل اللي في السوبر ماركت شايف إيد الولد فيطنشه ويبُص له ويدوّر وشه ويفضل يخلّص كل الناس اللي في السوبر ماركت ويبتدي يبُص له، ياخد منه الورقة من غير صوت ويقرا اللي هو عايزه ويجيب له اللي هو عايزه وياخد الفلوس ويدّي له الورقة، حتى ما فيش تواصل. تعالَ بقى لمّا أقول لك، لمّا ييجي الولد يمد إيده هتاخد منه الورقة وتشكره حتى بابتسامة وتشوف إيه اللي هو عايزه وتبتدي تتواصل معاه. مش لازم تتواصل لغويًا، حتى كفاية إنك تبتسم في وشه، وبعد ما تجيب له كل الحاجة هتدّي له الحاجة وتبتسم وتقول له شكرًا. لو جه ابنك بقى بيقول لك إنه جاب درجة وحشة، أبدأ بقى أنا عملت كل الطاقة السلبية وكل الإشارات اللي تضايق الطفل. طب وبعدين؟ أنا ممكن أقول له حاجة تانية، شكرًا، هو أنا كنت بس حابة إنك أنت ممكن تبذل مجهود شوية وابتسم في وش الطفل، أو حتى أعبّر له إن أنا على الأقل سعيدة إن هو عمل أي حاجة، ولو مش مبسوطة بطريقة غير مباشرة أقول له إن أنا متضايقة. مش لازم كل التعبيرات بتاعتي تبقى محبطة للطفل، أصل الصراحة مش كل ده استخدمته من غير كلام، أُمّال لو فتحت بُقّي هاعمل إيه معاه؟ الولد بقى في التمرين يغلط، أبُص له وأكشّر في وشه وأعمل له كده وأعمل له امشي، وأروح مدوّرة وشي، ولو في إيديّا حاجة هاحدفها عليه. طب وبعدين؟ اديته إيه؟ ولا حاجة، طاقة سلبية مع إحباط. طب إيه المطلوب مني؟ لو ابني عمل وِحِش في التمرين أنا ممكن أشجعه، ولو مش عاجبني برافو عليك، أنا كده استخدمت لغة الجسد بشكل لذيذ ووريته حاجة اسمها فشل ونجاح. استخدام بقى نبرة الصوت ده سلاح تاني خالص، سلاح ذو حدين. لو المدرس بيحب يقول لك كده يلا قوم جاوب، تفتكر هيقولها لك إزاي؟ يلا قوم جاوب، يلا قوم جاوب، يلا قوم جاوب. ولو الأم، أنت طول عمرك شاطر، طول عمرك شاطر، طول عمرك شاطر. شُفتوا النبرة؟ استخدام النبرة مهم جدًا. ولو جيت للراجل بتاع السوبر ماركت، عايز إيه يا حبيبي؟ عايز إيه يا حبيبي؟ عايز إيه يا حبيبي؟ نبرة الصوت يا جماعة بتوصّل كل حاجة للطفل، ودي صورة بسيطة لحياة الطفل اللي بيعيشها مع كل اللي حواليه في كل المجالات، الرياضية والتعليمية، التربوية والأسرية، الاجتماعية والحياتية. وافتكروا دايماً إن نبرة الصوت واللغة الغير لفظية مهمة جداً في التواصل مع الأطفال، فيا ريت نخلي بالنا. ودي كانت وجهة نظري كأخصائي.